اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء السعادة على عيونكم يا حبايبي. النهاردة معاكم آية من يوميات آية، ودي قناة. النهاردة بقى زي ما انتم شايفين، تقدروا تقولوا جاتوه، تقدروا تقولوا النايت اللي احنا بنجيبه جاهز ده، تقدروا تقولوا الكيك اللي احنا بنجيبه جاهز، زي كيك الشركات اللي احنا بنجيبه غالي جدا. اقسم بالله العظيم طريقة تحفة. يعني بصراحة انا مش قادرة، انا بصراحة عن نفسي اتبهرت من النتيجة. بصراحة طعمها وريحتها زي بتاعت الشركات بالظبط، احلى من الجاتو بكتير. انا مش عارفة بصراحة اسميها ايه، جربوها انتوا وانتوا بقى اللي هتحددوا انتوا بقى. وحاجة هشة كده وحاجة طرية زي ما شفتوا كده، بتتقطع معانا بسهولة، وحاجة دي بتدوب في البق دوب. ومن بيضتين بس عملت 12 قطعة كده، بسم الله ما شاء الله. وحشيناها بالمربى كده جوه، ونزلنا عليها بصوص شوكولاتة وصوص فراولة. بصراحة حاجة فاخر من الآخر زي ما احنا متعودين. أنا مش بنزل لكم أي حاجة غير لما تكون ناجحة وأجربها على نفسي الأول والله. معايا هنا 2 بيضة، معايا كوباية لبن، معايا 1 كيك شيف، معايا 2 فانيليا. ممكن لو فانيليا سايلة تبقى معلقة صغيرة. معايا كوب الا ربع سكر، معايا بقى كوباية صغيرة زيت على زبدة، انا عملتهاش بسمنة. ده سبب الطراوة بتاعتها بقى. مش قادرة اوصف لكم والله العظيم، كانت خرافية وريحتها كانت قلب الدنيا. زي بتاعت الشركات بالظبط، وزي بتاعت المصانع اللي احنا بنشتري القطعة. مش يعني القطعة يجيلها 100 جرام كده، بنشتريها ب10 جنيه دلوقتي وب12 جنيه. احنا ما كلفتناش حاجة يعني، غير حاجات بسيطة واقتصادية. وهنا جبت شفشق الخلاط، ونزلت بالبيض، ونزلت بالزبدة والزيت، ونزلت بالفانيليا، ونزلت بالسكر. وهضربهم كده ونزلت باللبن، وهضربهم كده ضرب مبرح في الخلاط لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. فهنقول تاني، نزلنا في الشفشق الخلاط ب2 بيضة وعليهم معلقة خل. ونزلت ب2 باكت من الفانيليا لو في فانيليا سايلة مفيش اي مشكلة. وطبعا الخل بيشيل الزفارة. ونزلت بكوباية لبن، ونزلت بكوباية صغيرة زيت على زبدة. ونزلت هنا برش بعد ما وضربتهم ضرب مبرح في الخلاط لحد ما وصلت القوام ده. بعد كده نزلت بذرة ملح، وهنزل بكوباية الدقيق وزودت عليها معلقة كبيرة. وبصراحة كانت هشة وتحفة. وبعد كده هنزل ب1 كيك شيف كامل. بصراحة أقسم بالله ريحتها وطعمها مش قادرة أوصف لكم، جربوها بقى والله وهتدعوا لي. ممكن تحشوها أي حشو، ممكن تحشوها كريم شانتيه، بس أنا بصراحة حشيت 2 بس بالكريم شانتيه عشان يعني مش بنحبه قوي. فأنا حبيتها كده زي بتاعت الشركات كده. النايت اللي هو بتاع الشركات ده اللي احنا بنشتريه بالغالي. وبعد كده خلاص ضربت الخليط مع بعضه. وبعد كده جبت صينية كبيرة مش صغيرة. أكبر صينية دي عندي في الطقم اللي هو الطقم المربع ده. وبعد كده هدهنها بالزبدة أو سمنة أو زيت، المادة الدهنية اللي عندك. وبعد كده هبطنها بالدقيق معايا زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، لو انت مش مشتركة في القناة، وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما احب اقول لكم تابعوني على صفحتي على الفيسبوك يوميات آية، واعملوا لي متابعة. وبعد كده خلاص هبطلها بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. بطنتها بالدقيق لحد ما اتغلفت الصينية كلها بالدقيق. ممكن تدهني ورق زبدة، بس انا بفضل دي. وانا مسخنة الفرن، شايفين الخليط بسم الله ما شاء الله ناعم وحلو ازاي. بصراحة والله انا عن نفسي انا اتبهرت من النتيجة. لا حطينا عليها حليب بعد ما خرجت بقى ولا اي حاجة. يعني بصراحة حاجة فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. كان السكر مظبوط، وكانت كل حاجة مظبوطة فيها بصراحة. جربيها وب2 بيضة. وبعد كده هديها كام خبطة كده على عشان هي تتساوى، عشان طبعا الصينية كبيرة. ليه حطيتها انا في صينيه كبيره بقى؟ عشان انا مش عايزاها كيكه عاليه، عشان انا عايزه احط طبقتين على بعض كده زي الجاتو. وبعد كده خلاص انا حطيتها في الفرن لمده ربع ساعه بالكتير. وشايفين الطراوه بتاعتها والهشان بقى، مش قادره اوصف لكم. بعد كده اختبرتها بخله، طالعه الخله معايا نظيفه كده. كده تمام بسم الله ما شاء الله. واللون الذهبي ده بصراحه يعني براحتكم، عايزين تحمروها اكتر من كده، بس انا حبيت اعملها زي النايت بتاع الشركات ده. بصراحة والله العظيم كانت خرافة.
بعد كده هسيبها تبرد وهقلبها كده، وبعد كده هطلع كل الزواد اللي هو مش متساوي معايا. احنا مش هنرميه ده كله، احنا هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. وعملت حبة كريم شانتيه كده، قلت اجرب قطعتين معاكم، بس انا حبيت اعملها بالمربى وارش عليها كده صوص شوكولاتة وصوص فراولة. بصراحة كان طعمها اقسم بالله خرافة، مش قادرة اوصف لكم. جربوها كده وهتدعولي والله العظيم. بعد كده قطعيها بقى التقطيع اللي يريحك. انا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. انا ماشيه معاكم واحده بواحده زي ما عودتكم ان انا بحب اشرح لكم الفيديو، عشان خاطر ما فيش حد يعمل الحاجه كده وبتبوظ. واحنا بنجيب حاجات بنكلف، يعني كل حاجه غاليه دلوقتي. ربنا يعيننا يا رب، وفك كرب فلسطين وكربنا جميعا يا رب، اللهم امين. وينصرهم كده نصر يتعجب منه خلق السماوات والارض. دعواتكم يا رب ان شاء الله ينصرهم نصر يتعجب منه خلق السماوات والارض. وبس كده. بعد كده خلاص انا قطعتها. ده مش شايفين هشة بقى والطراوة، ومعلقة الخل مخليها ابيض من جوه بصراحة. بسم الله ما شاء الله. عايزة تحشيها بقى مربى فراولة، مش تين فراولة، بس انا فضلت الفراولة طبعا، بتبقى بصراحة زي بتاعت بره بالظبط. بصراحة انا عن نفسي اتبهرت من النتيجة. وهفضل احط ادهنها كده بالفراولة. احط الفراولة مربى الفراولة، واحط واحدة فوق واحدة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده وهو كذلك لحد ما اخلص الكمية. ولا ضفت عليها بقى لبن، ولا ضفت عليها سيرب، ولا اي حاجة. هي كده طرية. شايفين الطراوة بتاعتها والهشاشان، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد كده لما القى واحدة عالية انا هقسمها كده بالسكينة، وهخليها واحدة افضل، واحط فيها مربى الفراولة زي ما انتوا شايفين، واقفل. بصراحة اقسم بالله خرافية خرافية. واللون بتاعها لون ذهبي كده زي اللي احنا بنشتريها من بره. عملت 12 قطعة، وغير الزواد اللي انا طلعتها هما دول 11، بس جوزي جه وخد قطعة. وبسم الله ما شاء الله. بعد كده خلاص خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين. هي بتتكلم عن نفسها، هي بتتحدث عن نفسها يعني زي ما بيقولوا. بعد كده عملت 2 بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين، وهحط عليهم نفس الصوص. وكان عندي كيسين صوص كده انا اشتريتهم جاهزين كده. وبعد كده هنزل بالصوص عليهم زي ما انتوا شايفين كده عشوائي اي حاجة. طبعا والله كان طعمها وريحتها مش قادرة اوصف لكم. جربوها، بس انا مش هتكلم عنها كتير. جربوها بس، وبعد كده اكتبوا لي لو طلعت وحشة معاكم. اكتبوا لي قولوا لي يا ايه انت بتضحكي. وبعد كده زينتها بصوص الشوكولاتة وصوص الفراولة. بصراحة كان طعمها، هي بتتكلم عن نفسها اقسم بالله كانت خرافية. وعملنا 2 حطينا غلفناهم كده بالكريم شانتيه. قلنا بقى نقلد الجاتو كده ونعملها. بصراحة اقسم بالله كانت احلى من الجاتو، كانت دايبة، كانت خرافية. بصراحة كانت خرافية. هي بتتكلم عن نفسها، انا مش هقول حاجة. والله العظيم كانت خرافية زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. شايفين الطراوة والجمال بصراحة. وكانت هشة وجميلة. وحطيتهم وجبت الزوايد دول حطيتهم في مج شاي كده. وبعد كده قطعتهم ونزلت عليهم بمعلقتين لبن اللي هو الحليب. وبعد كده نزلت بمعلقتين كريم شانتيه. وبعد كده نزلت بصوص الشوكولاتة صوص الفراولة. وبعد كده صوص الشوكولاتة بصراحة، وتتاكل بالمعلقة. كان طعمها خرافة 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 والله العظيم. هي بتتكلم عن نفسها. جربوها كده ومش هتندموا والله، هتدعولي. جربوها بس مش هتندموا. احنا ما رميناش حاجة منها بصراحة. هي ما تستاهلش انها تترمي خالص يعني. بصراحة هي كان طعمها خرافة، وكل اللي دقها والله شكر فيها جدا جدا، ومش مصدقين ان انا عاملاها في البيت. وكده نكون وصلنا للشكل النهائي. ما تنسونوش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، واشوفكم على فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.